بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما. مقصد قصيدة الدعاء والشكر الجالبة إن شاء الله تعالى للسير والنثر، وهي قائلة في مسكن قائلها توبا حرسها الله تعالى من كل مكروه ومخوف بجاه من هاجر القائل إليها لإحياء سنته صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاثا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي الحكيم ثلاثا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاثا. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ثلاثا. اللهم يا واحد يا أحد أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولد ثلاثا. حقدت الأسد والأسود والحية والحقرب والسارق والتارق والعاقد والناتس والعائن والساهر والإنس والجان حنا وعن جميع المسلمين بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ إن كل نفس لما عليها حافظ. وسورة القدر ثلاثا مع تكرير سلام هي حتى مطلع الفجر صبحا. وسورة قريش ثلاثا مع تكرير وآمنهم من خوف صبحا. ومن يحاجر في سبيل الله يجد في الأرض مرقما كثيرا وسعة الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا الله يا ربي إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق ادعوني أستجب لكم. وقلت أيضا واذكروا لي ولا تكفروني فها أنا أدعوك وأذكرك بهذه القصيدة وأقول راجيا منك الرضا والقبول. الحمد لله الكريم ذي المنن على استقالي بفروض وسنن. شكرته لأنه قد ساقني لوطن به نفى ما عاقني وقادني إليه بالتحلي من بعد ما هذب بالتخلي وجرني فيه إلى العلوم والفوز بالعمل بالمعلوم. ثم صلاة بالسلام تبعا على الذي قصدي أن أتبعا. ثم الصلاة بسلام تبعا على الذي قصدي أن أتبعا على الذي من بمراده اقتدى في السر والجهر يكون مقتدى. هو الذي هاجر للمدينة بأمر ربه فكان دينه. وسيلتي لمالك الرفيع محمد خير الورى سفيه وآله وصحبه النجوم القاهر النفوس والرجيم. هذا وإن اليوم يا وهاب خيرك في الدارين لا أهاب. وإنني يا بر يا كريم داع وعن شكرك لا أريم. منذ جذبتني إليك يا معين عناية منك إلي لتعين. فقمت مجسوبا إليك منك بك عليك ورضيت عنك مفوضا مسلما إليك أمري مهاجرا لما لديك. ثم إليك لا إله سواك قد سرت لما لم أجد شرواك فجدت لي اليوم بغير منن وقدتني إلى اختفاء السنن. من بعد ما كاد امتداه الناس يدخلني في شرك الخناس. وكدت للأمداه والإدراء أشهد في التاليف والإقراء وفي التعلم وفي التعليم وفي استغال بهدى المعلوم. فقلت سا ذكر وسا توسل
بالمصطفى الشفيع عين الرسل وببنيه وبناته معا ليسفعوا في سريعا أجمعا يا بر يا غفور يا حليم إني قمر تائب مليم يا بر يا رحمن يا وكيل إني كسول نائم أكول يا مالكي يا خالق الأنام أمت حوايا قللا منامي يا خالقي يا كامل الصفات لك اشتكيت كثرة الآفات وأنت ذو الجلال والإكرام فنجني وأولني مرامي منك أروم اليوم أن أكون ممن أبوا لخيرك الركونا وأن أتيحك بنهج المصطفى سنته البيضاء يا من استفى يا غافر الذنوب يا قريب إني عبيد حاهنا غريب ليهب بذاك ولإخواني جميع سعادة الدارين حقا يا سميع هب لي في هذا الدعاء الإجابة بالمصطفى والآل والصحابة هب لي خير القسم في المقاسم ولسل الدين بجاه القاسم ولكشفا ليل الهوى الباهيما بحرمة المحبوب إبراهيم وليسق خير حلال طيب وخير جيران بحق الطيب وصفني في باطن وفاهر وارحم بي الخلق بحق التاهر ورقني ترقية خفية ببنته الرقية السفية وقي أتاي أقربا وأجنبا ومسلما وكافرا بسينبا وأمني بالخير والسلامة بأم كلثوم إلى القيامة وليجد ربي بحسن الخاتمة هنا وفي خد بجاه فاطمة سلح على أبيهم والآل وصحبه ولاستجب سؤالي وكن أنيسي واحمني من الضرر ونجني من اخترار وخرر ونجني ربي وأهل داري هنا وفي غد من الأكدار ونجني والمسلمين من بلاء والتق جسماني في خبر البلاء يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا هب لي بجاه من هو المختار دنيا وأخرى خير ما أختار واجعل حجابا بيننا وبين كل أثم والتك عنا الحينا يا الله يا نسير يا جليل إني حقير معدم سليل فلتغنني بك وهب لي الأرب بمن على جملة من وعرب سيدنا محمد باب الفلاح وسيلتي إليك في نيل الصلاح وصليا وسلما عليه وكل من قد انتمى إليه واغفر ذنوبي وتقبل عملي وليهب خير منى وأملي يا من علا عن المكان والغرض إني ساكن هنا وبي مرض فكن أنيسي واسفني من السقم حتى أكون سالكا خير لقم يا عدل يا مذل يا من يؤمن أنت مجيري هنا يا مؤمن فأبدا كن مؤمني يا ذا الجلال من كل سوء وعذاب وضلال يا من علا عن زوجة وعن ولد خذني وخذ جميع أهل السلبلد يا من علا عن زوجة وعن ولد خذني وخذ جميع أهل السلبلد واجعل إلهي مسكني توبا أبد مثل اسمها بجاه خير من عبد وصليا عليه أفضل صلاة وآله وصحبه سوي السلات وكل من خدمني أو سارا فنجه واغفر له أو سارا وكل من أحبني أو مالا إلي فارزقه هدى أو مالا وكل من شتمني أو لاما فهب له التوبة واستسلاما فكل من أساء ظنه بيا فليخلد قلبه يا ربيا وتكفني أسى جميع العالمين وتكفهم أساي يا رب أمين واجعل بنائي بناء عافية يجرني إلى خيور سافية واجعل بنائي بناء علم وعمل بسنة وحلم واجعل بنائي بناء الاهتداء وتكفي عني كيد كل اعتداء وتكفي الدهر أسى الشيطان وحسبه الباغين في الأوتان وتكفي عني كل شخص لم يرد وجهك فاصرفه سريعا إذ يرد وتصرفا جملة ما يفسدهن يدي وعن داري سريعا حيثهن وتدخل المصلح في يدي وفي داري وثبته بالهادي الوفي وأعلني وأعل ما يعينني وتكفني جملة ما يعينني ومسكني سلم من الفجار وامن على الأهل بماء جاري واجعله ربي مننا معجلة جالبة لمنن مؤجلة يا حي يا قيوم كن لي مجيب أنت المجيب والكريم والقريب
إليك وحدك فررت من سواك فكن بساك قائدي إلى هداك وليكن ربا وليا ونسير ولجميع المسلمين يا بشير وكثرا خيرات هذا البلد ورزقه ولتكفيه عن نكد ولتثبتا فيه جماعة تقيم الصلوات الخمس دأبا يا حكيم ونجنا من شر هذا الشمن وشر غيره وكل فتن ونجنا من شر هذا الزمن وشر غيره وكل فتن وتقنا شر نصارى واليهود وشر إبليس وكل ذي جهود والجن والدجال والسودان في السرق والمغرب والبيدان وشر ما في الأرض طرا وسماء من ظاهر وباطن اكتتما يا لطيف يا كريم يا جليل عامل جميعنا بلطفك الجميل وكلنا قل لنجاة وفلاح ووفقنا لثواب وصلاح ولتغرنا بفعل ما أحببت وتكفنا عن فعل ما أبغضت ولا تكن مبتليا منا أحد دهرا بما ليس يطيق يا سمد وهب لنا التيسير والفلاح في كلتي الدارين والنجاح بجاه اليوم وجاه من ولد فيه فرمنا مثله ولم نجد محمد أفضل خلق الله بلا تردد ولا اشتباه عليه سل أبدا خير صلاة بها نرافق الخيار والشقاء وهب لنا أحسن التي آتانا وترك ما عن فعله ناهانا حتى يكون كلنا في الحركات مقتديا بسنة والسكنات ونجنا بجاهه من دهوى وتكفي عنا كذبا ولهوا وتكفنا الهوى وما لا يهني وبك دأبا أغننا يا مغني يا الله مغفرتك المؤملة أوسع من ذنوب عاس مهملة يا بر رحمتك أرجى عندنا من عمل نكسبه فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن كل حين ولا تواخذنا بسوء الأدب وبالتجرؤ وكسر اللعب فإننا وإن تجرأنا فلا نرجو سواك كن لنا تفضلا ولا تواخذنا بكثرة الفضول في ظاهر وباطن وبالخفول ولا تواخذنا بكثرة الفضول في ظاهر وباطن وبالخفول وكن معيسنا من الوباء وكل نافل من السماء وكل ما يدور في الأرض وما بينهما يكون يا رب السماء واجسب قلوبنا مع الجوارح للبر والتقوى بجاه الناس وسليا أزكى صلاة دافعة عنا وباء من جراد مانعة عليه والآل بأفضل السلام وصحبه ومسكني هديا سلام وسك نفسي وسدني علما يكشف في الدارين عني هما وتحيرا قلبي وسدني حياء وأحيني في طاعة يا ربي واجعل يميني كسحاب في سخاء ميمونة في شدة وفي رخاء يا الله يا وهاب يا أعلى رفيق بيسلكن اليوم أنفع طريق بحرمة المشفع المقرب والآل والسحب وشهر رجب جدلي بالتقديم والتصديق بحرمة المقدم الصديق وليجد بالحق والتوفيق بحرمة الموفق الفاروق وليهب سعادة الدارين بحق عثمان أخي النورين ثم بحرمة إمامنا علي هب لي في الدارين سيتا يحتلي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اقبل نسمنا بحرمة الحسن والحسين مه حرمة كل من إلى السحب جمه وحرمة البنين والبنات وحرمة الآل مع الزوجات وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء وحرمة الملائكة الخر الكرام وحرمة الكعبة بيتك الحرام وحرمة البيت المقدس العظيم وبمدينة رسولك الكريم وبيتك المعمور يا رب وما يسوره من ملك فوق السماء وجاه كل في هدى من صالح أو مرشد أو عابد أو ناسه وجاه كل من إليك ينسب هب لي ما منك جميعا أطلب وتكفني جملة ما أعوذ منه سريعا بك يا مهيس فلتجمعا بيني هنا وبين ما يسوقني إليك حيث ظلما وكل ما عنك يهوق يا بديع فلتفرقا بيني وبينه سريع أنا الذي أسلمت وجهي هنا
إليك عاصما على أن أحسنا أنا الذي لست أميل أبدا إلى سواك هاهنا ثم غدا لملا وأنت ربي الوكيل وأنت حسبي فلا أميل يا بر أنت ربي الوهاب وفي فتوحاتك لا أرتاب يا بر أنت ربي الحسيب وأنت حسبي فلا أخيب يا عدل أنت ربي المدافع وأنت حسبي فلا أدافع يا حي أنت ذو الجلال الواسع وأنت حسبي فلا أناسه يا رب أنت ذو المحال الواحد وأنت حسبي فلا أكابد يا فرد أنت ذو العطايا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسد مولاي أنت ذو الهدايا النافع وأنت حسبي فلا أقاته أنت الذي تولي محبي كهداك وأنت حسبي فلا أبخي سواك فهمهما ليكن حسنا عسين عن كل سيناب وسفر كل حين وتكفني يا البقاء والقدم أزال في مساء إلي بالقدم وشر من يركب سا سلاه وسر ما يطير سا جناه وسر من يجلس في الكلام وسر في وجه وفي خيام وسر من يجلس في الكلام وسر في وجه وفي قيام وسر من ينفس في الحقود وسر ساهر وفي جهود بك فقدت يا إلهي الأسدا وحية وحقربا وأسودا وعاقدا ونافسا وسارقا وعائنا وساهرا وطارقا والإنس والجن معا عني وعن جميع من قد اسلموا فيما حلم بألف ألف لفظ لا حول ولا قوة إلا بالإله ذي العلا ونجني من شر ساكن البلد وشر كل والد وما ولد وتكفني شر من وعين وكل من قصدني بالحين ونجني من ظلم كل ظالم وشر كل جاهل وعالم وكل سامت وكل ناطق وكل مارق وكل تارق وكل أرسل وكل فاضل وكل قاهر وكل سائل وكل أرسل وكل فاضل وكل قاهر وكل سائل وكل تائر وكل ماشي وكل خامل وكل فاشي وكل حاسد وكل ثاني وكل جبار وكل جاني ونجني يا من تعالى يا مجيد من شر جن مع شيطان مريد وسر ذي القرب وسر الناء والحر والبرد والشر الماء وسودني وأيدني أبد وتحهر القلب وسحه الجسد وهب لي القيام في الليالي والصوم في النهار بالأكمال وخليني من الرسائل وكن مجملي بالفضائل وسكل بي وافتحا ربي ليا فتحا مبينا لا يرى لمثليا وليهب حساقة ونورا وفي الصراط يسر المرورا وليهب حساقة ونورا وفي الصراط يسر المرورا وهب لي الذكر بشكر كل حين وهدني من جملة المقربين ولا تسل يا مالكي دليلي وهذبني وكن خليلي وعلمني من لدنك علما حتى أسير راسخا خضما وكن معيني على الشيطان والنفس والخلق مدى الأزمان ولي في الدارين كن معاسا وفيهما لي لا تسل ملاسا وسفيني قالبا وقلبا وليهب ترقية وهبا وكن ولي في الحياة ولدا موتي وفي القبر وفي الحسر غدا ولا تسلي يا حسيس هاميا وحاسسا وحاجبا وراضيا وجاذبا ومرشدا معلما وقائدا إلى الهدى مكرما وهاديا وناصرا ومتحفا بكل ما ينفعني وبالتفا وبسلكا مسالك الخلاص وتكفني عن جملة المعاصي وبسلكا ربي طريق الأولياء النجباء المخلصين الأسفياء وأولني سعادة لست أرى شقاوة من بعدها أو ضررا ولتثبتا حبك في فؤادي وحب خير الخلق في تمادي وحب آله وصحبه جميع ثم تحب كل مسلم مطيع يا ربنا يا فالحة يا أجبي توسلي بالمصطفى المنتخب ثم عليه صليا خير صلاة تقودني إلى ملاقاة الهدى ولتخرني بحب كل مسلم ونجني من شر كل مجرم وآخرني بطاعة ولتكفني عن المعاصي وجميع الفتن ولتخرج الأخيار من فؤادي ولتدخل الأنوار فيه هادي
وكن معيني على ما يصلح ولتكفني جملة ما يقبه ولترني دقائق الأسرار من علمك النافع والأنوار ولترني دقائق الأسرار من علمك النافع والأنوار وهب لي اليقين والحرفان والسوق والغفران والرضوان والاستقامة على العبادة والكسف والحيان والسعادة وأصلحا أمة خير مرسل وفرجا عنهم جميعا يا علي وارحم وبارك ثم عاف كلهم ونجهم والطف بهم واغفر لهم واجعلني يا رب من أحسن العباد عندك حسا ونسيبا في تماد واجعل جميع حركاتي لك وسكناتي طاعة بفضلك واجعل حياتي ومماتي في السنن والفرض والمندوب سرا وعلا واجعل مماتي راحة لي من نسب ومن جوى ومن حرام ووسب وحمل اجعل كله مقبولا حتى أكون مقتدا مقبولا وحمل اجعل كله مقبولا حتى أكون مقتدا مقبولا ومسكن اجعل مسكنا مباركا وسيرني سالكا وناسكا أدعوك أن تجعله دار التقى والحلم والدين ودار الارتقاء وجنة لسالك مريد وجنة عن هاتك مريد ومنفعا لكل هاد مسلم ومدفعا عن كل عاد مجرم وحجة لمن بضعف ارتدى وحجة على مخالف خدا ومطلبا لطاعة الرحيم ومهربا من طاعة الرجيم ومسلكا لسبل اتباع ومتركا لسبل ابتداع ومسكنا لجلب كل خير ومسكنا لدفع كل دير وسببا لفتح خير الغيب وسببا لدفع ضير العيب وأرضه اجعل أرض رزق وأمان ورحمة وسعة كل أوان يا دافع الأسواء والأكدار بالمصطفى اصفح كل سوء دار واغفر لمن بنوا بناءها الرفيع واغفر لمن أمرهم به جميع ولجميع من أعانهم على بنائها التي بفضلك اعتلى واغفر لكل من بها قد سكنا وللذي لها لخير ركنا ولتجعلنها ساعة الامتلاء نورا ورحمة بلا انتهاء ورزقها اجعل أطيب الحلال في العسر واليسر على توالي وليجد فيه بحلم ينفه ورفعة السيف بقلب يخشه وليهب فيه دعاء يسمع مع القناعة بنفس تصبه وزوجة صالحة تعين على التقى والبر يا معين وأسبلا كنف سرك أبد علي مع جملة أهلي يا صمد واضرب سرادقات حفظك على داري وما فيها جميعا مسجلا وتدخل الجميع في مكنون غيبك واهجمنا عن الفتون وعن سرار الخلق والرسايا والجن والزيتان والبلايا وعمرني بالتقى والنور والسهد والورع في الدهور ومسكن اجعل مسكن الغفران والرشد والحرفان والرضوان ودار إخلاص وصدق وورع ودار سنة ومنجا من بدع واجعله دأبا مسكن التحلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التسويب والتفهيم واجعله مسكن خروج من ظلم للنور واكف عنه كل من ظلم واجعله دأبا مسكن اتباع لسنة لا مسكن ابتداع واجعله يا رب أحب مسكني في أرضنا لك وللماء السني واجعله يا رب أحب مسكني في أرضنا لك وللماء السني والتهم داري عن الفجور والفسق والباطل في الدهور وانفي الوباء والبلايا كلها عنها وطيب شربها وأكلها واجعل حريمنا حريما آمنا وكن بحفظه كفيلا لامنا واجلب لها الخير من الجهات أسد وقتها عن الآفات فتني عن الشيطان يا جليل ومسكني وكل ما أعول يا الله يا حفيظ يا ذا الأمر يا فائق الخلق معا بالقهر نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديعة أبد وهكذا دنياي مه أخرايا ففيهما عن اسرف الرسايا واصرف عذاب النار عن جملة من بيتعلق من أمناء ثمن وجملة الإخوان من أقارب في الدين أو في الدين والأجانب
فليكن حسنا ودأبا يا صمد تولني ولا تكلني لأحد وارحم جميع المسلمين أبدا وصليا وسلما سرمدا على محمد وسيلتي لك وليهب حسن الختام عندك ولتصرف الصلاة للصحابة عن آله وهب لي الإجابة ولتصرف الصلاة للصحابة عن آله وهب لي الإجابة رب إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فقد دعوتك فأجب دعوتي كما وعدت فإنك لا تخلف الميعاد فأعطني كل ما سألتك في هذه القصيدة وأعزني من كل ما استعذت منه بك فيها بجاه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا خلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين هب لي من لدنك وليا يرثني ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات وأوسعني أن أذكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضيه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب نجني من القوم الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخطيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أنا آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه صلاة نفارق بها إبليس وما والاه ونلازم بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وما والاه ونعوذ بها حسن الخاتمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بجاه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وانظر علينا بركات اسمك الهادي اهد جميعنا الصراط المستقيم وبصحيح كن لنا بلا سقيم لك ختابي يا قريب يا مجيب يا من به لا تمني خير عجيب هب لي وللذين قد تعلقوا بيهدى به لخير نطلق إياك نعبد ونستعين فإنك المعبود والمهين دلتنا بك عليك يا رقيب يا من به ينهو له كل نقيب يا ذا الصراط المستقيم هب لنا هدى به يقبتنا من قبلنا وهد الصراط المستقيم النازم هذه الحروف وكل من طلب الصراط المستقيم منك به آمين يا رب العالمين